السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو. طبعا اتأخرت عليكم بس اصبروا. النت كان عندي والله العظيم خلصان وكده، فعبال ما شحنته كده اتأخرت بس عليكم شوية. هنا بقى اول حاجة كده، بسم الله ما شاء الله، عندنا كمية بقى من البط والفراخ، كنا مذبحينها من على السطح وبننضفها. يعني تقريبا 4 فرخات و4 بطات. هنا بقى تاني يوم فرشت بقى الشقة يا جماعة، الحمد لله فرشت الشقة. كانت الساعة دي 11 الصبح، صحيت من النوم لقيت ماما فرشة 3 أوض وأنا فرشت أوضة الأطفال. فرشنا كل الأوض. فرشنا كده كل الأوض. بصوا بس لسه ناقص ايه، لسه مسحناش يعني. بص وهنا ركن البلح. بص بقى أوضة الأطفال، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، الدنيا كانت أصلا مقلوبة. الدنيا كانت بص يعني الحمد لله. طبعا كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهارده أول يوم رمضان، أنا بعمل لكم المونتاج أول يوم رمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده يكون شهر سعيد علينا ويغفر طبعا الذنوب. اول حاجه بقى ايه، دي بقى المشاهد اللي انا كنت قايلكوا عليها اللي انا جبتها. بصي جبت البتاع دي، البوستر ده اسمه من خلال سيف انا مش مسؤول. وجبت بقى زينه عشان احطها في الاوضه. ماشي. جبت ايه تاني؟ جبت مفرش الكومودينو ده، اعمل لكم ده الكومودينو بتاع اوضه الاطفال عشان احطه عشان تحت الشاشه. بصوا جميل قوي، كنت بوريه لكم. جبت زينه تاني. ماشي. جبت ايه تاني؟ وجبت برضو بوستر تاني اسمه صوما مقبولا وافطارا شهيا، برضو جبته كل ده احطه في المطبخ. ودي بقى الجماعة بتوعي دول، قصدي كان بتاع من السنة اللي كنت جايباهم وشلتهم وكده، فبرضو كنت شايلاهم وقلت برضو هعلقهم. كان برضو معايا زينة برضو، واللي هي اللي هي الليد دي اللي هي عليها شكل فوانيس. وجبت بقى عربية فول شكلها جميل جدا، اوريها لكم. بس كنت بدور على الحاجه بتاعتها. بصوا جواها زي 3 توابل، اللي هي مثلا تحطي فيها ملح وكده. جميله قوي عجبتني، رحت جايباها. بس شوف برضو معايا ايه تاني. والله العظيم يا جماعه الحاجات دي يعني بأقل من 200 جنيه جبت حاجات للشقه. وده كان عندي اصلا، بس يعني ايه، كان جه في الشنطه ده هنحطه في العيد. الشنطه دي برضو دي كنت جايباها بس لسه والله العظيم ما لبستها. وجبت بقى دي رمضان كريم مبارك عليكم الشهر، جميله برضو. جبت برضو بتوع الصغننين دول احطهم برضو على الكومودينو. وجبت برضو كيس شفشق، ده عندي واحد زيه بس كبير، جبت واحد صغير. جبت الفوانيسين دول، جواها ليد بتنور بجميل برضو. وجبت بقى الصينية دي جميلة قوي، دي تقريبا كانت ب25 جنيه، جميلة هي بلاستيك بس جميلة، شكلها جميل قوي. بس نورتها لكم عشان تشوفيه. بصوا جميل. ماشي بصوا شكلهم تحفة. دي كل الحاجات بقى اللي بقولكوا، كل الحاجات دي اللي اشتريتها ومش عارفه ايه، يلا بقى بينا ايه. اه بص الفانوس ده لقيته عجبني فجبته. بس بقولكوا بقى يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى مسكت الكومودينو بقى مسحته خيطه زي الفل. برضو عملت الدولاب، قصدي السرير. على فكره يا جماعه والله العظيم انا كنت عامله لكم تنظيف في المطبخ. اللي حصل معايا ان التليفون اللي انا كنت مصوره بيه التاتش بتاعه وقف، فطبعا ما عرفتش اجيب منه، كنت مصوره يعني قلت ايه، فقلت ايه يعني اصور وانقل على تليفوني وايه. و يعني واسمه ده واعمل لكم مونتاج يعني وكده وانزله لكم. طلع التليفون تاتش وقف وما عرفتش بقى وخلاص، وانا اصلا اتاخرت عليكم. عشان كده بقى اعذروني على موضوع بس صورتي، فاعذروني طبعا على الموضوع ده اللي انا عملته معاكم، ما تزعلوش مني. بصي انا برضو حطيت البتاعه دي اللي هي البوستر ده الصغنون جميل قوي. وهحط برضو التاني. شو جميل، شكله صغنن قوي بس جميل. انا كنت نفسي اجيب منه كبير بس ملقتوش. بس جميلة قوي، تحفة. وحطيت بقى مناديل، وكنت جايبة ريموت جديد عشان الريموت بتاعي كان باظ. جبت الريموت جديد وحطيت بقى فانوس كده في النص، وسبت بقى ايه الكومودينو بقى. شفت اعمل ايه تاني، عمال احطه هنا ولا هنا، في حطيته في النص. بص شكله جميل ازاي.
بس بقى هنا فرشت السراير وطلعت السجاد عشان شلت السجاد اللي غسلته شلته، ظبطت بقى الدنيا. وهنا بقى المشيت النضيفة. بص بقى يا جماعة الزبالة طالعة من الأوضة، أكنس بقى كده، أكنس بقى كده وألم ومش عارفة ايه، ونشوف برضه كان هنعمل ايه تاني. بصوا، بصوا الأوضة يا لهوي كانت خرابة. هنا برضو كده 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 طبعا أنا خلصت. فرشت ومسحت وكده وشلت البقى حطيته على الأرض عشان ايه نعبي منه. بص يا جماعة المخل اللي أنا عملته والله العظيم خلص. وريتك بصوا الصلاة، وحطيت الراديو وكانوا جايبين عيش وكنب. بص اوضه النوم برضو فرشتها. بس فرشنا بقى كده وظبطنا الدنيا. انا بقى الشقه شكلها كده حلو عشان ايه ناخد راحه بس عشان رمضان بقى طبعا ايه. لان بقى معايا اللي هما الاتنين الكوشه، واحده عليها فوانيس والتانية عليها اللي هما بلغنا رمضان. اه، هلبسهم بقى للمخدات الصغيره دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اقول لك متنسيش اللايك والشير والكومنت بتاعك حلو عشان يوصلك كل جديد مني، وجودك كالعاده فوق راسي. ماشي يا جماعه، مش عارفه اعمله زوري، عماله كح، صوتي اصلا مش متظبط. عملت برضو واحده وهعمل بقى التانية. زي ما انتوا شايفين كده جميله اوي الكوشن دي، بتعمل منظر حلو اوي في الاوضه. بصوا جميل، ممكن تضربيها كده ضربه من النص وممكن لا. بس انا كنت قلت احطهم هنا الاول، بعدين حسيتهم شكلهم مش حلو. لا شكلهم ايه، تحس ان هم عاديين. بعدين بقى رحت حطاهم هنا تحت الكومودينو، شكلهم كانوا جمال قوي. بصوا بقى الاوضه بقى، بصوا جميله. قولي ايه رايكم يا جماعه. طبعا هو صح يا جماعه علقت الزينه، بس طبعا ما عرفتش اصور لكم عشان طبعا كنت يعني قاعده براحتي فما عرفتش اصور. حطيت بقى بص اللي بتاع الفرع ده النور، وحطيت بقى بس عملت الزينه زي زجزاج كده. حطيت الاول اللون الاحمر بعد كده اللون الابيض. بصوا، قولي اوريكم بقى يعني الزينه دي يا جماعه يعني قلب 200 جنيه يعني هتعملي والله العظيم ديكور حلو قوي في شقتك. بصوا، والكوشن بقى وايه كنا والله العظيم شكل جامد. طبعا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين عشان خاطر رمضان يا رب كده. يعني كل واحد يبقى كلنا ناقصين محدش، يعني كلنا كاملين ما يكونش حد ناقص والله العظيم. طبعا يعني رمضان السنه دي طبعا يعني بصوا احنا بنستناه كده من سنه لسنه. هنا بقى دخلت المطبخ، قلت بقى اركب الحاجه اللي انا جايباها. حطيت بقى الصينيه دي كده في الوش، وحطيت جنبيها بقى اللي عربيه الفول بس هرجعها ورا شويه. بس هحط بقى دي جميله والله العظيم يا جماعه. عملت حاجات بسيطه بس ادت للمطبخ تحسيه روح كده جميل. بصراحه عجبني قوي. بس بقى هي البتاعه دي فيها زي لزقه لازم تشيلها عشان تعرفي تلزقي بالدبل فيس. فشلتها، كنت رايحه الزق لقيتها مش راضيه تلزق. بعد كده افتكرت قلت اه دي فيها ايه، لزقه. بصوا، حطها بس جميله، جميله قوي شكلها تحفه، عجبتني قوي. ونحط بقى عربيه الفول كده، والفانوس بقى ايه احطه برضو جنبيه احمر عشان يبقى ايه كله لايق مع بعض يعني كله احمر. بصوا جميل. ولا يا جماعه حاجات بسيطه جدا هتخلي بيتك ليه روح يعني ليه طعم تاني. بس ماما تقولي لا حطيها كده، حطيها كده. فحطيتها بقى كانت جميله برضو. فكت برضو كده دبل فيس و وايه، ورحت لازقاها وحطيت برضو كل الفانوس ده هنا. بصوا يا جماعه، طب والله شكل المطبخ تحفه. ايه رايكم، قولوا لي بقى يا جماعه رايكم. هنا بقى بقول لكم الملح ده بتوع دول صغننين التوابل دول هنعمل فيهم ملح. بصوا بعد ما شغلت بقى الفوانيس، قولوا لي بقى ايه رايكم يا جماعه كده في المطبخ شكله ايه بقى، يعني شكله حلو ولا عادي قولوا لي. واللي عملت زينه في مطبخها تقول لي، استناكم في تعليقات. بص اول حاجه بقى يا جماعه، جبت ملح. يا جماعه دي بنقول ايه، بنقلب ملح فاهمين. مش عارفه يعني انتوا بتقولوا عليها ايه. حطيت فلفل اسود ونقلب كده، دي اسمها إيه؟ زي يعني شوفوا بدل مثلا ما تحطي مثلا في الطبيخ مثلا ملح فلفل اسود تروحي حاطه ده. مثلا ملح بشطه بكمون تروحي حاطه مثلا ملح بشطه بكمون في الاكله. فاهمين. فبتبقى ايه يعني تبقى سهله علينا بدل ما نستهلك فلفل اسود وكزبره والحاجات دي كتير. فاهمين. يعني الناس بتاع زمان هيعرفوا ان ايه، ان الناس بتاع زمان بيعملوها. وجبت برضو ملح تاني وجبت كمون وجبت شطه وحطيت برضو كزبره.
ماشي يا جماعة، الدوشة بقى اخواتي عندنا وكده، وانا اصلا بعمل لكم المونتاج لما صحيت الصبح، فاعذروني بقى على الدوشة كل شوية، اصلا اقص واعمل المونتاج واقص وارجع اتكلم، فاعذروني بقى النهاردة، معلش خليها عليكم. برضو عملت اهو، حطيت شطة وحطيت ايه وقلبت كده، رحت حطاهم في العلبة. جميلة اوي لازم يا جماعة، العلبة دي جميلة، طف اوي جباني. بصوا بقى، حطهم في العلبة دي بقى يا جماعة. شفتوا البهارات المحشي اللي احنا كنا جايبينها؟ ايه ده، فين المقطع؟ بصوا بقى، بصوا الشقة كانت تحفة. بصوا بقى، إيه رأيكم؟ حطيت البتاعة دي هنا اللي هي رمضان كريم دي، جميلة قوي. بصوا، تحفة. بصوا يا جماعة، طبعا اقول لكم رمضان كريم، وان شاء الله يكون رمضان كده سعيد علينا وعليكم يا رب، وربنا يرزق كل مشتاق، وربنا يدي كل واحد اللي نفسه اللي عايزه. واشوفكم في يوم جديد وفي فيديو جديد، واستنوني.